السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية ثانوي، أخباركم إيه؟ الرجالة اللي خلاص دلوقتي بتجهز عشان تخش تالتة ثانوي، واحد يقول لا مستر أنا لسه ما امتحنتش الامتحانات النهائية، أقول لك ما هي دي المشكلة. أنا في ناس كتير الفترة اللي فاتت كانت بتبعت لي يا مستر عاوز أجهز لتالتة ثانوي صح. بستغرب جدا من الناس دي، وببقى بتمنى إن أنا يبقى معايا طلبة تالتة ثانوي موجودين معايا في الفيديو ده ويبدأ يردوا على الرجالة دي. يا حبيبي لسه بدري على موضوع إن أنت تبدأ على تالتة ثانوي. أنا كنت دايما أقول لك إزاي تستعد لتالتة ثانوي، مش تبدأ في منهج تالتة ثانوي. إزاي يعني يا مستر؟ أنت الراجل دلوقتي فاضل لك أيام صغيرة أو شهر يا سيدي وتخش الامتحانات النهائيه وربنا يوفقك. الصح اللي انا بقول لك اعمله ان انت دي بالنسبه لك بروفا لثالثه ثانوي. يعني ازاي يا مستر اتعود ان انا اذاكر بالورقه والقلم، او ازاي يا مستر احط نفسي تحت ضغط، او ازاي يا مستر وليكن احل كتير، او ازاي اتعود على السهر يا مستر عشان اذاكر كتير. فلو انت حابب تطبق ده فده كويس ليك الفتره دي علشان تستعد لثالثه ثانوي وتبقى انت راجل تمام، مش اول مره تعمل. يعني انا بيبقى عندي نوعين من الطلاب، واحد كبر دماغه في ثانيه ثانوي وبيقول لك انا هشد على نفسي في ثالثه ثانوي، واحد بدا ان هو يجتهد في ثانيه ثانوي واعتبرها ان هي ثالثه ثانوي عادي جدا، علشان لما اخش ثالثه ثانوي الموضوع بيبقى بالنسبه لي عادي. انت هتعمل مجهود اكبر من اللي انت عملته في ثانيه ثانوي. طب ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ ممكن الراجل اللي هو اجتهد في ثانيه ثانوي ده لما يجي يخش ثالثه ثانوي خلاص الراجل متعود ان هو يذاكر بالورقه والقلم، يسهر، يحط نفسه تحت ضغط كبير جدا، لو عنده اكتر من امتحان ما يخافش ويدوس. الراجل متعود ان هو يحفظ كلمات كتير. لكن الراجل اللي هو كبر دماغه في ثانيه ثانوي وبيقول لك انا في ثالثه ثانوي هعمل هو ممكن يعمل كل اللي قال عليه، بس هو هيتعب، هياخد وقت طويل علشان يبدا ان هو يتعود على السهر، يبدا ان هو يحل كتير، يبدا ان هو ما يملش، يبدا ان هو نفسيته تبقى جايبه شويه، نفسه يبقى طويل. لكن الراجل اللي هو اتعود في ثانيه ثانوي هيفرق معاه كتير جدا في ثالثه ثانوي، يلاقي نفسه ان الحاجات دي متعود عليها وهيبدا ان هو يدوس اكتر وقت. طب يا مستر مين اللي بيوصل في الاثنين؟ ممكن الثاني يوصل والاولاني ما يوصلش، دي حاجه بقى مش تبعنا، دي حاجه بتاعه ربنا. ليه؟ لان ممكن الراجل اللي عمل كده في ثانيه ثانوي اتكبر، او ممكن نفسه مش طويل، اما الثاني داس على نفسه واستحمل وداس لحد ما وصل للي هو عاوزه. ممكن الراجل اللي هو داس في ثانيه ثانوي نفسه كان طويل وداس والاثنين وصلوا. فربنا يكرمكم يا ابطال، دوسوا على نفسكم ان انت تخش الامتحانات الفتره دي بتاعت ثانيه ثانوي وانت تجيب مجموع كبير. لو انت عندك وقت فاضي الفتره دي وعاوز تستفاد عشان تستعد صح لثالثه ثانوي، عندك القراءه، عندك البلاغه، عندك القراءه المتحرره، عندك يا سيدي على ايامنا كان النحو بقى لازم ان احنا نبص في قواعد بتاعت زمان علشان نقف على رجلينا. احفظ كلمات انجليزي كتير، احفظ كلمات فرنساوي كتير، الحاجات دي هتفيدك في ثالثه ثانوي. لكن الناس اللي هي مستنيه ان احنا نديها منهج كيمياء او فيزياء الفتره دي، او هي تذاكر المناهج علشان تستعد صح لثالثه ثانوي، الناس دي غلط. انا وعدتك ان انت ان شاء الله لما تخلص انا هديك كورس بتاع الفيزياء اللي موجود على القناه، وهضيف لك ان شاء الله الفتره الجايه حاجات جديده عليه، هيبدا يعلمك اساسيات ضرب طرفين في وسطين، اخذ عامل مشترك، بعض القوانين، بعض التحويلات. الحاجات دي هي اللي هتكمل معاك، لان انت كطالب علم علوم ممكن الحاجات دي واقعه منك بشكل كبير جدا، ونشوفها لحد دلوقتي في طالب بتاع ثالثه ثانوي. وممكن لو انت علم الرياضه فالحاجات دي انت حابب ان انت يعني تفتكرها علشان انت هتاخد لك شهر ولا حاجه تتنفذ بيه بعد ثانيه ثانوي. ربنا يوفقكم ابطال. كان نفسي يبقى معايا طلاب ثالثه ثانوي موجودين معايا في الفيديو ده، او لو حد شاف الفيديو ده من طلاب ثالثه ثانوي يقدروا يقولوا لنا نصايح كتيره جدا او غلطات هم وقعوا فيها وهم داخلين على ثالثه ثانوي يقدروا يفيدوا رجاله ثانيه ثانوي. ادعوا للرجاله ثالثه ثانوي ان ربنا يوفقهم ويحققوا احلامهم. سلام.